بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال. الفيديو النهاردة طريقة سمك البلطي، طريقة حلوة قوي هتعجبكم ان شاء الله، ولو جربتوها بجد هتعيدوها على طول، مش هتستغنوا عنها. هي صحية جدا، كمان احلى من المقلي واحلى من المشوي، جميلة جدا. انا عندي صينية، هتجيبي اي صينية انت بتستخدميها على حسب كمية السمك اللي انت جايباه. بدهن الصينية عندي زيت، ويكون عندي بطاطس. ممكن نستغنى عن البطاطس ونحط شرايح البصل. انا كده كده هحط شرايح البصل بس هحطها في الاخر. انت ممكن تستبدلي شرايح البطاطس دي وتحط شرايح بصل بس، او وكمان جزر. لو عندك جزر، مش عندك خلاص. بما ان احنا مطلوب مني البطاطس، فبحطها طبعا في قعر الصينية زي ما انت شايفة، شرايح تخينة، ما تبقاش صغير رفيعة علشان ما تتحرقش منك. انا عاملة تتبيلة السمك زي اي تتبيلة سمك مقلي انت بتعمليها، تتبيلتك العادية خالص، وتسيبيه يتملح. وطبعا بتفتحه من فوق ومن تحت زي ما انت شايفة كده بالسكينة عشان التتبيلة تدخل جواه. طريقة عادية خالص. احنا كان ممكن نستخدم الاربعة دول بس طبعا يفضل يكون كبير. حتى لو اكبر من كده يفضل يكون احسن، البلطي الكبير. بس ده طبعا اللي كان متوفر عندي. فبيبقى حلو طبعا، مش بيبقى فيه اي اختلاف خالص. انا حاطه في الدقه بتاعتي دي كزبره خضراء مع الناشفه كمان، اللي انتوا شايفينه ده خضار عليها، كنت حاطاه في الدقه بتاعتها. عندي طماطم، طماطمتين كبار كده، ضربتهم في الخلاط ونزلت بيهم على السمك. يعني بصراحة طريقة حلوة قوي وهتعجبكم. جت الطماطم زايدة سنة بس مش مشكلة، لان هي كده كده احنا بنعلي النار فبتنشف معانا، يعني مش هتبان معاكي وما فيهاش مشاكل خالص، وهتعجبك. وبالعكس بتخلي السمك احلى ومعسل معاكي، يعني تحس ان طعم السمك اجمل. فانا هحط رشة ملح بفلفل علشان طبعا الطماطم معلهاش ملح. رشة بسيطة زي ما انت شايفة كده. عندي شرايح ليمون، اهم حاجة في الوصفة دي الليمون. الشرايح دي بتدي طبعا ريحة الصينية، بتبقى يعني ما اقولكيش هايلة هايلة جدا. ولو عملتيها هتعديها على طول ان شاء الله. والطريقة دي ناجحة جدا جدا، وكل اللي جربوها ما استغنوش عنها وبقوا بيعدوها على طول. انا بحب شرايح الفلفل الحامي. لو انت بتحبي الحاجة مشطشطة حطي، مش عايزة استغني عنها. وبحط رشة زيت كده، وممكن برضو تستغني عن رشة الزيت عشان تبقى صحية اكتر. بس يفضل ان انت تحطيها. انا هغطي عليها دلوقتي شوية، وهوطي النار علشان تبدأ تنزل ميتها. وبعدين بعد ما اخلص توطية النار، هعلي بس مش دلوقتي، لما تنزل ميتها. انا عندي شرايح بصل، وعندي بصلة خضرة زي ما انتوا شايفين كده الطويلة دي، حطيتها برضو بتدي ريحة جميلة جدا. حابة تحطي الشرايح دي في القعر مع البطاطس او لوحدها من غير بطاطس، بيبقى جميل جدا برضو. زي ما انت تحبي، يعني قدامك كده وكده، زي ما انت بتحبي ومتعودة يعني. كل واحد بيبقى ليه طريقة اكل معينة، ما بيحبش يغيرها، فانت معاكي كده وكده يعني. خلاص، انا المية قربت تنشف خلاص بتاعت السمك. بحاول كل شوية ان انا اضير الصينية كده علشان كلها تاخد سوا واحد. خلاص المية نشفت خالص، عايزين بقى ننزلها الفرن. انت ممكن من البداية للنهاية تعملي كل ده في الفرن وما تستخدميش البوتاجاز من فوق اصلا، هيكون معاكي حلو قوي. ولو في الفرن بتاع الغاز بيبقى جميل جميل جميل. بيستوي من فوق ومن تحت، وبيبقى حلو قوي وما بياخدش وقت، ونفسه وكفاية ريحته في البيت بتبقى جميلة جدا، وطعمه وصحي، جميل جميل بصراحة. او جربت الطريقة دي مش هتستغني عنها ابدا. وطبعا البصل هيتحمر معانا. شوفوا بعد ما طلعت، يعني ما اقولكوش ما شاء الله، جميلة جميلة بجد. جربوا الطريقة دي في البلطي. دي بسبوسة انا عاملاها في القناة، ما تنسوش تشوفوها عشان احنا في رمضان. كل سنة وانتم طيبين، هتعجبكم ان شاء الله. نرجع بقى للسمك. انا عندي خضار مقطعه زي ما انتم شايفين كده. اي خضره عندك، شبت وبقدونس وكزبره، ممكن تستغنى عن البقدونس. بتقطعي حتت صغيره زي ما انت شايفه كده. السمك طبعا طالع سخن جدا من الفرن، فاحنا هحط الخضار، وبعدين يفضل بقى ان انت تغطيه علشان يدبل معانا من السخونيه بتاعه السمك لحد ما تيجي تقدميه. بدل ما الخضار يبقى صابح كده، يعني يدبل سنه صغيره من سخونه الايه،
السمك، وبألف هنا وشفا، وبجد طريقة هايلة وهتعجبكم جدا وصحية جدا، والبطاطس تحت طعمها يجنن. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، ومع ألف سلامة، والسلام عليكم ورحمة الله.